السلام عليكم ورحمة الله. كما جرت عليه العادة يا سادة، الإعلام المغربي يحاول دائما التشويش على التظاهرات المقامة في الجزائر بعدما أبهرتهم الجزائر بملاعبها العالمية التي أصابتهم بالصدمة وأخرست أفواههم. لم يجدوا أي شيء لينتقدوه، ملاعب بتصميم عالي، تحضيرات في أعلى مستوى، حضور كل الوفود، على عكس ما كان يروج له الإعلام المغربي عن مقاطعة المنتخبات الإفريقية لهذه الدورة. كل الوفود حضرت وعبرت عن ارتياحها. الإعلام العربي سلط الضوء على هذه التظاهرة وأشاد بإنجازات الجزائر، لكن أذناب المخزن حاولوا البحث يائسين وكعادتهم عن ثغرات يستغلونها لانتقاد الجزائر، وكان تركيزهم على الحافلات. شوفوا هذه الحافلة مثلا، هي من صناعة شركة سوناكوم الجزائرية. هذا النوع من الحافلات الحديثة طرحته الشركة في معرض مؤخرا. سيتم العمل على هذا التصميم. شوفوا مثلا هذه حافلة لفريق اتحاد العاصمة، وهو فريق من البطولة المحلية. نروحوا نشوفوا هذا المغرب اللي راهم يدعيوا أنه بلد متطور ويملك وسائل نقل وحافلات، واليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد شيء يخفى علينا. هادو هما طاكسيات على حساب المعازيز. هادشي اللي كاين، ترونسبور ديال المعازيز هو هذا، العربات صافي. هادشي اللي كاين، من غير هادشي ما كاين والو. ايوا هادشي خصم الله كياخدو هادشي 3 دراهم للبلاصه ولا 5 دراهم، شي باش عايش بنادم. النقل بالحمير في مدينة مغربية، لأنه الطاكسيات ما كاش، ويجي يقول لك المغرب متطور وكيفاش تنقلوا اللاعبين بهذه الحافلات. حلوا مشكل النقل في هذه المدينة ومن بعد انتقدوا الجزائر. معليش، نروح ونزيد نشوفوا النقل المدرسي في المغرب. ما عندهاش نقل رصيد. تلاميذ مساكين راهم معذبين. شوفوا التلاميذ فين كمعذبين، كيجيبوا التلاميذ وكديوهم على الحال بعيد، كيضربوا 10 كيلومتر مساكين، راهم مسارجين مساكين. شفتوا النقل المدرسي لهؤلاء التلاميذ، على عكس الجزائر التي توفر النقل المدرسي المجاني من خلال كل بلديات الوطن. على عكس المغرب، النقل المدرسي بالمقابل وغير معمم على أرجاء المملكة. نشوفوا حافلات عاصمة المملكة. خوتي، هذه الحافلات في العاصمة الرباط، والله تقول راهم في حرب. تقول هذه الحافلة ضربوها بالرصاص، حافلة مهترئة مكسرة من كل الجوانب. والمثل يقول: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة. إذا أردت انتقاد الجزائر فعليك أن تكون في المستوى. يوصلها بحال اللي يوصلنا الحديد، يعني الطوبيس تمشي في الطوبيس كطيح عليك الشتا، الزاج مهرس، حتى اللي سايق الطوبيس حالته. شفتوا خوتي، هذا المواطن يحكي حالة الحافلات في العاصمة الرباط. حافلات سقفها مكسور تدخل مياه الأمطار. حنا في عاصمه كالرباط ما نكونوا اصلا في هذا الشكل الطوبيسات. نورمالمون راه تيجيو الاجانب ولا شحال من واحد كيضحك تيقول كيفاش هذه عاصمه وفيها الطوبيسات. وجهة نظري بان شفتوا خوتي هذا المدرعات المهترئة، وهذا المواطنة حشمانة أمام الأجانب اللي يستهزئوا بهذه الحافلات المتواجدة في العاصمة المغربية. والنقل المدينة كتعاني من مشكل النقل، هو مشكل اللي بغينا نقولوا مشكل عويص. كاينه معاناة كثيرة ديال الساكنة مع التنقل داخل المدينة. يعني كي تشوفهم ينتقدوا حافلات الشان، انت تقول هذا البلد لا يعاني أبدا من أزمة حافلات ومن أزمة النقل. أسطول الحافلات عنده عصري ومتطور وتأتي في مواعيدها المضبوطة، لكن الواقع هو هكذا. سواء على مستوى الحافلات النقل اللي عندها الامتياز ديال النقل الحضري. أنا كنشوفوا نوعية الحافلات اللي هي حافلات محترئة، أسطول مؤترئ،
ما كاين ما غير مضبوط في الأوقات. كما شاهدنا هذا المسؤول المغربي يقول أن الحافلات مهترئة ولا تأتي في مواعيدها المضبوطة. هنا بمحطة الحافلات في حي المحيط بالرباط سيل كبير من الركاب آملين أن يجدوا حافلة توصلهم إلى وجهتهم وسط جو لا يخلو من الانتظار الطويل والاستياء. خوتي طوابير من المسافرين الذين ينتظرون الحافلات بالساعات، ومن خلال بحثي في هذا الموضوع وجدت أن المغرب يعاني من أزمة حقيقية للنقل، أسطول مهترئ وحافلات ينتظرها المسافرين بالساعات. بقاو بزاف تنتسناو بالسوايع الطوبيس، ها هو ما جا وشي مجي ما تنشوفوه في الطوبيس. المشكل اللي كيكون بزاف هو الزحام والشفره في الطوبيس يعني هذه المشاكل في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والقرى وما يسمى بالمغرب العميق. هؤلاء لا يملكون حتى وسائل النقل ويتنقلون عبر عربات الحمير. باش نجي تنخرج من الدار بحال دابا انا قاري مع 12 تنخرج من الدار مع 9 تنبقى نتسنى واحد 2 سوايع عاد باش نركب وباش يوصلني لهنا ساعه هي 3 سوايع تنوصل مسخسخ ما كاينش فين طريح الطوبيس داير بحال شي صاله ما فيه لا كراسه لا والو تبقى جاي واقف. انا شفت في حياتي كل انواع الحافلات لكن في حياتي ما شفت حافله بدون كراسي. شاهد هذه المواطنة المغربية التي تلخص واقع النقل في المغرب. الطوبيسات ما بقاوش صالحين، كلهم مهرسين كلهم متكين، يعني حتى في الطريق راه ما صالحينش لا الناس اللي غيركبوا فيهم ولا اللي غادي يمشيو ولا اللي يجي فيهم. واصلا راه الترونسبور عندنا ما والله الا كتعذبوا قسما بالله.